النهارده يا حبيب اخوك تاني ماتش للنادي الاهلي في كاس العاصمه الاداريه او كاس الرابطه قدام سيراميكا كليوباترا. ماتش اقوى من ماتش انبي بكتير طبعا. كابتن علي ماهر فرقته واقفه على رجلها، عناصر اقوى من عناصر انبي، اللي هو اصلا احنا الماتش اللي فات خسرنا فيه، اتهزمنا فيه 1-0. البودلة بتوعنا دول المفروض اللعيب ان هو يبقى نازل بياكل على اسنانه كده، عايز يثبت نفسه، لان الفترة دي الراجل طلع قال لك دي فترة تقييم. يعني انت هتثبت نفسك، انت هتبقى مكمل معايا ولا لا. اللعيبه المره اللي فاتت كانت بتلعب بارتخاء كده، وان هم مش فارق لهم، ودي بطوله وديه، محدش كان عايز يثبت نفسه الا اللعيبه الشباب. ماتش مهم النهارده، هنشوف الناس دي هتعمل ايه. حتى لو هي بطوله وديه، انا بتضايق لما الاهلي يخسر. اي راجل اهلاوي ما بيحبش، او اي واحد عموما مشجع ما يحبش ان فريقه يخسر حتى لو لقاء ودي. نتمنى لو اللعيبه الكبيره مش هتأدي، ندي فرص للعيبه الشباب دي وتثبت نفسها، على الاقل نطلع بواحد اتنين يكمل معانا الموسم. لعيب زي محمد عبد الله انا ما عنديش اي جناح اشول، لعيب زي عمر سيد معوض، لعيب زي احمد عابدين ياخد فرصته بعيد عن الناس الكسر اللي ورا في خط الدفاع. احمد رضا يكمل، هينفعني جدا احمد رضا ده على المستوى بعد كده في نص ملعبي. ابراهيم كاظم ده عايزين نشوفه. واحد مثلا زي العش عشان لو هتسوقه، مثلا جراديشار عشان لو هتسوقه، اشرف داري عشان لو هتسوقه. الناس دي اللي تبتدي. المره اللي فاتت انت كنت مقاعد اشرف داري على الدكه ولعبته بعض دقايق بس، لا لاعب اللعيبه اللي ما بتلعبش عشان نبتدي نشوف مستواها، وعشان لو هتعرف تسوق حد فيهم. والتوفيق ان شاء الله، حتى لو هي البطوله وديه ان شاء الله نتمنى ان احنا نفوز فيها.